التوليك واللي عزيز عليك كيجي اكثر من رائع وبكميه كبيره. نخليكم مع طريقه التحضير وفرجه ممتعه، وما تنسوناش من واحد لايك للفيديو. اول حاجه غادي ناخذ هنايا حبتين من الجزر يكونوا كبارين، وغادي نقشرهم، نحيدوا من القشره ونغسلوهم، ثم كنقطعوهم الى دوائر بهذا الشكل هذا. ما يكونوش السمك ديالهم غليظ، فرقوهم باش هكا طحنوا لكم بسرعه، لان ما غاديش يطيب لينا الخيزو او الجزر نتاعنا. صافي هنايا غادي مباشره بعد ما قطعته فكناخذوا كاس الخلاط وغادي نوضعوا فيه الجزر، ثم غادي نوضعوا فيه 2 كيسان ديال الماء. بالنسبه للماء فخديتو عادي طبيعي ماشي بارد. صافي هنايا غادي نضيفوا 2 كيسان ديال الماء والعبار بالكاس ديال الماء اللي كتشربوا به في الدار، كتعبروا به يعني الغراف نتاعكم. صافي هنا كتضيفوا 2 الكيسان وغادي نطحنوهم مزيان. هنايا بالنسبه للجزر انا ما خصناش ديك البقايا تاع الجزر اللي كتكون مطحونه، انا بغيت غير الماء ديالو. كما غادي تلاحظوا في الفيديو غادي نطحنوا مزيان، ثم غادي ناخذوا الصفايه مباشره واناء وغادي نصفي كما غادي تشوفوا في الفيديو. راه كيجي رائع وغير بهاد المكونات اللي وريتكم في الاول. صافي هنايا بعد ما خديت الصفايه وخديت اناء وصفيتهم مباشره، كنحاول نشارك معكم الوصفه كامله ما نقطعش فيها بزاف. صافي هنايا كنصفيو مزيان ديك الماء، والماء هو اللي بغيتو، اما هاد البقايا فغادي نحتفظ به، غادي نضيف ليه التشين كيجي زوين بزاف. وصافي هنايا باش ما يضيعش لينا. وصافي هاد الماء هذا غادي ناخذو نضيفو في نوضعو في الخلاط، نفرغو في الخلاط، ثم كتاخذوا 2 حبات ديال الموز او البنان وكتطحنوه حتى هو، كتقطعوه الى دوائر بهذه الطريقه كما غادي تلاحظوا. صافي وغادي نوضعوه في الخلاط مع الماء ديال الجزر اللي صفيت. صافي غادي نطحن المكونات جيدا. هنا ممكن تستغناو على السكر بالنسبه للناس اللي ما كتبغيش السكر بزاف، فكتجي الحلاوه هي هذيك اللي مهرسه يعني. صافي انا خليته طبيعي بدون سكر، ما ضفتليش السكر. ديك الماء غادي نفرغو كامل اللي صفيت من الخيزو. هنا كتاخذوا كاس ديال الحليب ما يعادل 150 مليلتر. هنا ممكن استغلاء على الحليب وتضيفوا كاس ديال التشين، ولا ممكن تستغناو عليهم بجوج. صافي هنايا ضفت الحليب، كاس ديال الحليب ما يعادل 150 مليلتر، وكنخلط المكونات جيدا. هنا كنضيفوا في الكاس شويه ديال الثلج باش هكا يجينا بارد بالنسبه للناس اللي كتبغي حاجه بارده، وكيجي خاطر وزوين. ولا عجبكم الفيديو ما تنسوناش بلايكاتكم وتعليقاتكم، ونتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم.